بيبدأ المسلسل مع لعبة الحبار، واتسمت بالحبار لأنها كانت بتتلعب جوه رسمة على الأرض شبه شكل الحبار، وبتتلعب عن طريق إن الموجودين بيتقسموا لمجموعتين ضد بعض، الهجوم والدفاع، والمدافع يقدر إنه يجري على رجلين الاتنين عادي، ولو قدر المهاجم إنه يدخل جوه الرسمة ساعتها بيقدر المهاجم إنه يجري على رجلين الاتنين، وبيتم تسميته بالمفتش السري. وفي المرحلة النهائية بتجمع المهاجمين عند مدخل الحبار، وبيحاولوا إنهم يتفادوا المدافعين ويوصلوا لراس الحبار ويقفوا عليها. بمجرد ما المهاجم يقف على راس الحبار وبيقولوا انه كسب يبقى انتصر على المدافعين، وهي دي لعبه الحبار. وبنروح لسيونج، شخص عاطل فاشل قاعد مع والدته في شقتها علشان تصرف عليه، وما بيقدرش انه يسدد قيمه الكارد اللي خده وضيعه في الهواء، وبيستنى والدته تسيب البيت عشان ياخد الفيزا بتاعتها ويسحب منها فلوس، وبيتفاجئ انها غيرت كلمه السر وما بيقدرش انه يسحب منها فلوس، وبيفضل يجرب ارقام اعياد الميلاد اللي فاكرهم لحد ما بيحط عيد ميلاد بنته وينجح في سحب اللي هو عايزه، وبيروح يراهن على سباق حصينه، والاول مره في حياته بيكسب حاجه تجيب فلوس، وبيدي موظفة الاستقبال إكرامية، لكن بسبب نحسه وحظه السيء بتتسرق منه الفلوس بسبب نشالها بيخبط فيها وهو بيحاول يهرب من الديانة، وبعد ما بيضربوه بيجبروه إنه يمضي تنازل عن أعضائه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه على آخر الشهر، ويبقى كده مصرح ليهم ياخدوا كليته وعين من عيونه بالموافقة اللي هو باصم عليها بنفسه. وبيرجع تاني لموظفة الاستقبال وبياخد منها الإكرامية اللي اداها لها، وبيلعب لعبة صيد الهدايا علشان معهوش فلوس يجيب هدية لبنته، وكل محاولة بتفشل بسبب نحسه لحد ما بيساعده طفل صغير وبيكسب هدية مقفولة وبيروح يديها لبنته بمناسبة عيد ميلادها، وبتطلع الهدية عبارة عن ولاعة على شكل مسدس، لكن بنته بتفرح ان ابوها جاب لها هدية في عيد ميلادها مع انه اخدها منها علشان ما تضرش نفسها بالنار، وبيوعدها انه السنة الجاية هيجيب لها هدية كبيرة، وبيبان بنته انها عايزة تقول له حاجة لكن بترجع في كلامها، وبيوصل بنته لامها وجوز امها وبيودعها، وبيرجع تاني علشان يركب القطر واللي ما بيلحقوش، وبيضطر انه يستنى القطر اللي بعده، وبيجي واحد بيعرض عليه انه يلعب معاه لعبة اسمها لعبة الدجي، وهي عبارة عن قطعتين من الكرتون، واحدة بتترمي على الأرض والتانية بتبقى في إيد اللاعب، ولو اللاعب ضرب القطعة اللي في إيده على القطعة اللي في الأرض ويقلبها يبقى نجح، ولو ما اتقلبتش يبقى فشل. وبيعرض الراجل على سيونج إنه لو كسب هيديله 100,000 وين وهي العملة بتاعتهم، وبيجرب حظه الأول وكالعادة بتفشل، وبيجرب الراجل دوره وبينجح إنه يقلب القطعة بتاعته اللي على الأرض، وبيكون سيونج معهوش فلوس يدفع، فالراجل بيقول له ممكن تدفع عن طريق جسمك، وبيتضرب سيونج بالقلم، وبيفضل سيونج يفشل ويتضرب لحد ما وشه يحمر. وفي مرة وحيدة يتيمة بيكسب سيونج وبيكون في منتهى السعادة وبياخد ال100,000 وان، ولكن بيقول له الراجل ان ممكن يخليه يكسب فلوس كتير من خلال اللعب، وبيبدأ يقول له انه عارف تاريخه كله وانه شبه عاطل حاليا وانه شغال سواق بس وفلوسه ما بتكفيش مصاريفه، ولسه ماضي عن تنازل عن اعضائه بسبب انه مديون ب 160 مليون وان للديانة و225 مليون للبنك بسبب الكارد اللي واخده منه، وليه بنت عندها 20 سنة عايشة مع طليقته وجوزها، وبيديه الكارت بتاعه لو حابب يكسب ملايين يتصل بيه. وبيكون سيونج مبسوط انه معاه فلوس وبيشتري عشاء لوالدته وبياكلوا سوا، وبتقول له والدته ان مراته وجوزها وبنته هيتنقلوا السنه الجايه لامريكا، وبيتصدم سيونج من اللي سمعه وبيفتكر ان بنته كانت هتقول له كده وسكتت، وبتحاول والدته انها تشجعه عن طريق انها تقول له لازم حضانه بنته ولازم يكون قدام المحكمه قادر انه يعيل بنته ويصرف عليها، وبيجي الليل وما يقدرش انه ينام من كتر التفكير لحد ما بيقرر انه يتصل بالراجل ويقول له انه مستعد يشارك، وبيفضل مستني في مكان معين لحد ما العربيه بتقف قدامه، وبيطلب منه السواق كلمه السر اللي اتقالت له في التليفون وبيقولها له، واول ما بيركب العربيه بينتشر غاز منور وبينام سيونج زي باقي النايمين في العربيه ما عدا السواق لانه بيكون لابس قناع غاز، وبيصحى سيونج وهو في مكان واسع كبير فيه ناس كتير، وبيلاقي نفسه لابس لبس موحد مع الباقي وواخد رقم 456، وقدام كل واحد كاميرا بتراقبه وكل اللي موجودين متراقبين من اشخاص معينه، وبيقوم سيونج من مكانه يلاقي شاشه قدامه بعدد الاشخاص اللي موجودين في المكان، وبيكون سيونج هو اخر واحد جه المكان ده، وبيقابل راجل عجوز غلبان رقم 1 وبيسأله سيونج عن سبب وجود راجل عجوز زيه في مكان زي ده، وبيقول له العجوز انه عنده ورم في دماغه وقريب هيموت فمفيش حاجه هيخسرها لما يشترك، وبيسمعوا واحد بلطجي بيضرب في البنت اللي سرقت سيونج بسبب مشكله قديمه بينهم لحد ما سيونج بيتدخل بسبب انه عايز فلوسه منها لانه اعترف عليها ان هي اللي سرقته، وقبل ما يكملوا كلام سوا بيدخل ناس من البوابه وبيكونوا لابسين اقنعه عليها علامه الدايره، وبيبدا واحد قناع مرسوم عليه مربع بيتكلم مع كل الموجودين وبيقول لهم ان كلهم شاركوا في 6 العاب مختلفه في 6 ايام، واللي هيكسب الالعاب ال6 هيكسب جايزه نقديه عاليه، وان موبايلاتهم ومحافظهم هترجع لهم بمجرد انتهاء اللعب، واشكال فريق اللعبه هتفضل مخفيه حفاظا على سريه فريق العمل. وبيتكلم واحد من اللاعبين وبيقول انه مش مصدقهم ولا واثق في كلامه، وبيبدا المقنع يقول لهم ان كلهم مديونين بمبالغ كبيره وتم تصويرهم وهم بيلعبوا وخدوا فلوس، وساعتها
ساعتها كلهم وثقوا في الشخص اللي سلمهم الفلوس واتصلوا بالرقم لدخولهم اللعبة، وان مسموح لهم انه يرجعوا لحياتهم البائسة او يكملوا معاهم، وان الالعاب الستة مجهولة لكل اللعيبة وهيعرفوها بمجرد اشتراكهم فيها. وبيسألهم سيونج عن قيمة الجايزة وبيتقال لهم ان الحصالة اللي فوقيهم هتتملي فلوس بعد اول لعبة يلعبوها، ومن حق كل اللي موجودين يا اما ينسحبوا او يتوجهوا لامضاء عقد اللعب. وبيكون اول بند في العقد ان اللاعب ما ينفعش يقف عن اللعبة ابدا، والبند التاني ان اللاعب اللي يرفض اللعب يتم اقصائه، والبند التالت ان اللعبة تنتهي لو الاغلبية وافقوا. وبعد ما كل الموجودين يوقعوا على العقد في قاعة اللعب وبيتم تصويرهم، وبيكون قائد اللعبة براقب كل اللي بيحصل، وبيقابل سيونج صديق طفولته سانج وبيحاول يتكلم معاه، لكن سانج بيقول له بعدين هيحكي له اللي حصل. وبيطلعوا لقاعة اللعب وبيشوفوا في اخر القاعة عروسة كبيرة واقفة وقدامها شريط احمر مرسوم في الارض، وبتلف العروسة راسها وبتديهم ظهرها، والمطلوب منهم انهم يوصلوا لخط النهاية ولازم يقفوا عن الحركة بمجرد ما العروسة تلف راسها وتبص عليهم، ويكون مسموح لهم انهم يجروا لما العروسة تلف راسها وتقول جملة اشارة خضراء اشارة حمراء بس، وبتبدأ اللعبة وبيبدأ الكل في الجري. لكن لما العروسة بتلف وتشوف اول لاعب وهو بيتحرك بيتم اقصائه وبيتسمع صوت طلق ناري، وبيقع اللاعب اللي خسران على الارض ومحدش بيكون فاهم حصل له ايه. وبيقرب واحد من اللاعب اللي وقع فبيلاقيه مطلع دم من بقه فبيتخض وبيجري، فبيتقتل هو كمان بسبب ان العروسة فيها استشعار حركة وقادرة تحدد مين بيتحرك، وبينتشر الفوضى والدم في كل مكان. لكن اغلبية اللعيبة جريوا من خوفهم، وبيكون كل اللي اتحركوا تم القضاء عليهم، وبيكون القائد قاعد بيتفرج عليهم ومستمتع وبيشوفهم بيموتوا قدامه لحد ما بتكمل العروسة اللعبة. واول واحد بيتحرك فيهم بعد المجزرة اللي حصلت هو العجوز، وبيبدأ باقي اللعيبة يجروا ويقفوا وهكذا. وبيكون سيونج وقع على ايد واحد وبيحاول انه يقوم من مكانه، وبيكون قدامه مدة محددة لازم يعدوا الخط الاحمر، وبيبدأ اللاعبين يعدوا الخط الاحمر. واثناء ما سيونج بيجري بيدوس على دراع واحد، وقبل ما بيقع والعروسة تشوفه بيلاقي واحد اسمه علي مسكه ومنعه من الوقوع والموت، وكل اللي فشل في الوصول للخط الاحمر بيتم قتله، وبيظهر مكانهم انهم على جزيرة وسط البحر وبيتم حرق الجثث، حتى الناس اللي فيهم الروح برضه بيتحرقوا وبيتم التخلص منهم نهائيا. وبيكون باقي اللاعبين مصدومين من اللي شافوه لحد ما فريق العمل بيتدخل وبيقول لهم المقنع ان عددهم قل من 456 لاعب ل 201 وفي 255 لاعب ماتوا. لكن كل اللاعبين بيعترضوا وبيترجوهم يسيبوا اللعب، ويبدا الكل يقلبوا على الفريق لحد ما المقنع بيقول لهم ان البند التاني بيقول ان هيتم اقصاء اللاعب اللي هيمتنع عن اللعب، لكن سانج بيقول ان البند التالت بيقول ان الالعاب هتنتهي لو الاغلبيه صوتت على انتهاء اللعبه. وبيوافق المقنع على كلامه، لكن بيقولوا باقي اللاعبين انهم هيشوفوا الاول الجائزه الماليه اللي هتتحط كام، اللي هتتحط في الحصاله، وبتبدا الحصاله تتملي فلوس كتير جدا، وبيبدا الطمع عليهم كلهم، وبتكون دي الفلوس بتاعت كل اللعيبه اللي ماتوا، وقدام كل لعيب مات في 100 مليون وان بتتحط في الحصاله، وعدد اللاعبين اللي ماتوا 255 لاعب. معنى كده ان الفلوس اللي في الحصاله 25 مليار و55 مليون وان ليهم كامل الحريه بالانسحاب، والفلوس دي ساعتها هتروح لاهل اللعيبه اللي ماتوا. لكن الاهم من كده ان الجائزه النهائيه هتكون 45 مليار و600 مليون وان، وبيطلب منهم الضابط المقنع انهم يصوتوا من خلال الازرار اللي قدامهم، والتصويت هيبقى بالعدل عكس ارقامهم. اول واحد بيصوت هو سيونج، والزر الاخضر معناه الاستمرار والاحمر معناه الانسحاب، وبيدوس سيونج على الاحمر وبيبدا كل اللعيبه بالتصويت، وفي الاخر الاصوات كلها بتتعادل، وبيجي الدور على رقم واحد وهو الراجل العجوز، وبيصوت بانهاء اللعبه، وفعلا بتنتهي اللعبه، وبيقول لهم الضابط من تاني لكن ليهم فرصه انهم يرجعوا من جديد للعبه، وبيخرجوا كلهم وبيتفرقوا في اماكن مختلفه وبيترموا وهم متكتفين في الشوارع. واول حاجه بيعملها سيونج انه بيروح يبلغ الشرطه عن اللي حصل، لكن محدش بيصدقه، فبيديهم الكارت ورقم التليفون اللي اتصل بيهم علشان ينضم للعبه، وبيتصل الشرطي بالرقم اللي موجود في الكارت، لكن بيلاقي ان في ست بترد عليه وبتزعق بسبب انه اتصل بدري كده، وبيطرد سيونج بره المركز، وبيكون في ضابط شرطه اسمه وان واقف شايف اللي بيحصل كله، وبيشوف شكل الكارت بتاع سيونج، فبيروح سيونج لوالدته ما بيلاقيهاش في البيت، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيجيله تليفون من المستشفى اللي هي فيها، وبيعرف انها عندها داء السكري وسيطر على رجليها، وانها محتاجه علاج ضروري وفي اسوأ حالاتها، ورجليها هتحتاج للبتر. ولكن بعد ما بتفوق امه تقول له ان مفيش فلوس للعلاج ولا للمعيشه لو هي رقت، وانها لازم تقاوم علشان حياتهم ما تتدمرش اكتر، فبيقول لها انه هيجيب لها فلوس ويجي. وبيقول سيونج لضابط الشرطه انه ليه اخ مفقود من كام يوم، وبيبلغه
بيبلغوا صاحب السكن اللي هو فيه انه اختفى لانه ما دفعش الايجار، وبيروح الضابط شقته وبيلاقي نفس الكارت اللي شافه في مركز الشرطه مع سيونج، وبيرجع تاني لمركز الشرطه وبياخد معلومات سيونج وعنوان بيته، وبيظهر ان كل واحد من اللاعبين حياتهم متدمره بسبب قله الفلوس، ومنهم علي اللي بيكون محتاج فلوس وبيتخانق مع مديره السابق وبسبب انه مش راضي يدفع له اجره 6 شهور، وبيتخانقوا سوا لحد ما ايد مديره بتتسحب جوه المكنه، وبياخد علي الفلوس اللي كانت مع مديره وبيهرب علشان يديها لعيلته. وبيكون سانج بيتكلم مع والدته عشان يطمنها انه كويس وانه في رحله عمل في امريكا ومش هيجي بسبب ظروف الشغل، وبيكون بيفهمها انه شغال في وظيفه كويسه لدرجه انها بتفتخر بيه قدام كل الناس، لحد ما بيجي محققين في محلها علشان بيدوروا على سيونج ابنها بسبب تهمه اختلاس وتزوير وجرائم ماليه تانية، وبتفهم امه ان بيكذب عليها وانه نصاب، وبيكون سانج ساعتها مقرر انه ينتحر لحد ما بيلاقي باب بيخبط عليه وبيشوف كارت تحت عتبة شقته من لعبة الحبار فيها مكان ميعاد مقابلة لو حابب ينضم ليهم من تاني، وبيحاول سيونج انه يستلف اي فلوس علشان يساعد والدته لكن بيفشل برضه، وبيقابل العجوز بالصدفة في محل في منطقته وبيقول للعجوز انه قرر يرجع للعبة من تاني لان حياته حاليا عذاب اكتر من اللعبة نفسها، وانه غلطان لما قرر انه ينهي اللعبة، وبيكون الكارت متوزع على كل اللعيبة، وبيلجأ سيونج انه يروح لطليقته علشان يستلف منها فلوس عملية امه لكنها بترفض انها تديله فلوس، وبتطلب منه انه يسيب البيت قبل ما جوزها يجي ويعمل مشاكل، لكن جوزها بيرجع ومعاه الاطفال من بره، لكن بتقول له ان سيونج جاي يطمن على بنته وهيمشي حالا، وبينزل وراه زوج طليقته وبيديله فلوس، وبيقول له ان مقابل الفلوس دي مش عايز يشوف وشه تاني ولا يفكر ان يجي يزور بنت، لكن سيونج بيضربه لانه بيحاول يخليه ما يشوفش بنته تاني، لكن بتشوف بنته ان سيونج بيضرب جوز امها، وبيرجع لبيته وبيسأل عن الكارت اللي معاه وان اخوه معاه نفس الكارت واختفى، لكن سيونج بيرفض انه يتكلم معاه وبيقول له انه مش فاضي يسمح له بمساعده حد، وبيسيبه يدخل شقته، وبيلاقي كارت اللعبه على الباب، وبيبدا كل اللعيبه اللي سابوا اللعبه يرجعوا لها من تاني، وبيكونوا مستنيين في مكان محدد ليهم، ولكن المره دي بيكون هونج الشرطي مراقب العربيه اللي اخدت سيونج، وبتكون كانج النشاله ما نامتش في العربيه من الغاز لانها قدرت انها تتجنب استنشاقه في العربيه، وبيفضل هونج مطاردهم لحد ما بيلاقيهم داخلين مينا، وبيستخبى تحت عربيه من العربيات لحد ما بتطلع على السفينه وبيدخل يستخبى ضمن الاشخاص اللي نايمه، وبيستنى واحد من اللعيبه يدخل عليه وبيقدر انه يقتله ويلبس لبسه وينضم لباقي اللعيبه، وبتكون كانج فايقه وبتقدر انها تحتفظ بالسكينه بتاعتها من غير ما تتاخد منها، وبيصحى كل اللعيبه في القاعه بتاعتهم من تاني بنفس لبسهم وارقامهم، وبيبقى في 187 لاعب رجعوا يلعبوا من تاني على جايزه قيمتها 26 مليار و900 مليون وان، وبيقابل سيونج صاحبه سانج وعلي اللي انقذه من الموت، وبيقول لهم انه ممكن يكونوا فريق سوا علشان يعدوا اللعبه مع بعض، وبينضم ليهم العجوز، وفي نفس الوقت بيجمع البلطجي برضه فريق علشان يبقوا يلعبوا مع بعض سوا، ويتوزع عليهم الغدا وبعدها للنوم، وبتفضل صاحبة رقم 212 بتصرخ لانها عايزه تدخل الحمام، فبيسمحوا لها انها تدخل الحمام وتروح معاها كانج، وبتحاول كانج انها تفتح فتحه التهويه بالسكينه اللي معاها، وبتدخل فيها علشان تكتشف المكان، وبتتفق مع التانيه انها تغطي عليها لحد ما ترجع، وهتبقى تحكي لها على كل حاجه شافتها، وبتتحرك كانج براحتها، وبتشوفهم وهما بيدوبوا السكر في المطبخ، وبترجع بسرعه للحمام قبل ما تتكشف، وبيرجعوا لسرايرهم من تاني وبيسمعوهم هما بيتكلموا، وبيجي تاني يوم في الاوضه المخصصه للشخص اللي قتل وسرق زيه، وبيقوم ينضم لباقي الفريق في اللعبه، وبيتوزع الفطار على اللاعبين، لكن سيونج بيرفض انه ياخد اللبن لانه بيتعبه، لكن بيقول له العجوز انه اكيد كان بيتضرب من والدته وهو صغير لان هو كمان كان بيضرب ابنه بسبب كرهه للبن، وبيفضلوا قاعدين ياكلوا لحد ما بيتم اعلان اللعبه التانيه هتبدا قريب، وبيكون واحد من اللاعبين رقم 111 بيقرا رساله مبعوثه في الاكل بتاعه عن نوع اللعبه الجايه، وبيمشي سيونج ورا كانج وبيقول لها انه سمع انها شافت حاجه امبارح وعايز يعرف هي شافت ايه مقابل انه ممكن يساعدها بذكاء، وبتحكي له عن موضوع السكر المذاب، وبيتحركوا كلهم على قاعه اللعب، وبيكون قدامهم 4 بوابات وعلى كل بوابه شكل مختلف، وبيطلبوا من اللاعبين انهم يختاروا شكل واحد من الاربعه ويقفوا قدامه، ويقدر انه يخمن الاشكال دي شبه الاشكال اللي كانت بتترسم على الحيوانات المصوغه من السكر الدايب ايام ما كان طفل، لكن بيخبي عن باقي الفريق انه شبه فهم اللعب، وبيقول لهم ان الاحسن ان كل واحد يختار بوابه مختلفه لانهم لو اختاروا بوابه واحده وطلعت صعبه ممكن كلهم يموتوا، وبيصدقوا سيونج وكل واحد فيهم بيختار بوابه مختلفه ويقف قدامها، وبتستنى كانج لحد ما سيونج يروح للبوابه وتروح وراه في نفس البوابه، وبتتفتح البوابات قدامهم وبيتم توزيع علب عليهم، وبيلاقوا في كل علبه عسل مرسوم عليه نفس الرسمه اللي كانت على البوابه من بره، وبتكون اللعبه عباره عن كل لاعب لازم يكسر قرص العسل على نفس شكل الرسمه اللي قدامه باستخدام الابره، ولو باظت الرسمه بيخسر اللاعب، وبيكون من نصيب سيونج اصعب شكل هو الشمسيه
العادية، واول واحد بيكسر الرسمة بتاعته بيتقتل فورا. وبيبدأ الفريق يقتل في اللاعبين اللي بيكسروا رسمتهم وبيخلوا اللاعبين الكسبانين يسيبوا المكان. وبيفضل سيونج يحاول يعمل الرسمة بتاعته وهو متوتر لدرجة ان عرقه بيقع على السكر وبيلاقيه بيدوب. وبيفهم انه ممكن يخلع الرسمة عن طريق لسانه، وبيفضل يستخدم ريقه علشان يخلي الرسمة هشة ويقدر يخلع الشمسية بنجاح. وبيقدر البلطجي انه ينجح في خلع رسمته بعد ما رقم 212 ساعدته ورمت له الولاعة اللي كانت مخبياها معاها علشان تسخن الابرة. وبيفصل الرسمة بسهولة وبينتهي الوقت، وبيتم قتل كل اللي فشلوا في خلع الرسمة. وبينجح سيونج في اخر لحظة، لكن في لاعب من الموجودين قبل ما يتقتل بيقدر انه يضرب الحارس وياخد السلاح بتاعه وبيهدده بالقتل وبيأمره انه يخلع القناع بتاعه. وبيطلع انه شاب صغير وما بيقدرش اللاعب انه يقتله فبينتحر، لكن بيظهر القائد وبيقتل الشاب اللي من ضمن فريقه وبيبلغ الباقي ان لو حد فيهم كشف هويته هيتم قتله فورا. وبيتحرك باقي اللاعبين اللي كسبوا على قاعة النوم بتاعتهم من تاني، وبيشوفوا الحصالة وهي بتتملي فلوس من ال 79 لاعب اللي ماتوا في اللعب اللي جايين منهم، وبيزيد قيمة الجايزة 34 مليار و30 مليون. وبيجي وقت الغداء وبيبان ان في علاقة ما بين البلطجي وبين اللعيبة رقم 212 اللي اديته الولاعة. وبيجي وقت الاكل وبيكون قليل جدا، فبيقرروا انهم ياخدوا اكتر من حصته في الاكل وبياخدوا اكل ناس تانية. وبيكون من ضمن اللي ملهمش اكل اللاعب رقم 271، وبيروح يتخانق مع البلطجي لكنه بيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت في ايده. وبيتعصب من اللي بيحصل وبيفضل يتكلم مع الفريق وبيقول لهم ان المفروض يلعبوا مش يقتلوا بعض. وبيحصل ان عدد اللاعبين اللي على الشاشه بيقل وبتزيد الجايزه 100 مليون وان. وبيقدر الضابط وانج انه ياخد قناع الضابط ويضبطه عليها ويكون هو اللي بيدي الاوامر. ويبان ان عمليه بيع الاعضاء بتحصل جوه المنشاه من غير ما حد يكون عارف. وبيكون الموضوع باتفاق بين لعيب شغال دكتور ورقمه 121 وفردين من فريق اللعبه. وبعد اللي بيعمله البلطجي بيكون سيونج وفريقه خايفين يناموا لا يتذبحوا في سرايرهم، وبيقرروا انهم يفضلوا صاحيين طول اليوم. وبيكون الكل مستغرب عن سبب قله الاكل، وبيكون الدكتور اللي رقمه 121 عارف سبب قله الاكل من اللي بيساعدوه في اللعب، وهو ان القائد قاصد ان يديهم اكل قليل وساعتها يحصل خناقه بينهم ويتم القضاء على الاشخاص الضعيفه قبل ما اللعبه الجايه تبدا. واول ما بيجي ميعاد النوم وبيتقفل النور عليهم، اول واحد بيقتله البلطجي هو الست اللي قالت ان اخد اكتر من نصيبه في الاكل، وبيقتلها براس ازازه اللي كان بيشرب منها. وبتنتشر الفوضى في المكان وبيبدا الكل يقتل في بعضه لحد ما العجوز بيقف ويترجى القائد انه يوقف اللي بيحصل والا كله هيموت. وبيقول القائد الفريق يتدخل ويوقف عمليه القتل، وبيتاكدوا من عدد الوفيات. وبيجي الضابط هونج المتنكر في زي المقنع وبيسال سيونج لو يعرف واحد اسمه ويلي بيكون اخوه عايز يتاكد انه عايش، لكن سيونج بيقول له انهم ما يعرفوش اسامي بعض. وبعد ما الجو بيهدى بيقول لهم سيونج انهم على الاقل يعرفوا اسامي بعض لانهم في نفس الفريق وكل واحد بيقول اسمه كامل. وبيجوا عند العجوز بيكون مصدوم ومش قادر انه يقول اسمه وما بيرضوش يضغطوا عليه. وبيقول سيونج انه مش مهم يفتكر اسمه دلوقتي وان عددهم اقل من 107 ل 80 لاعب. وبعد ما بيتم تنظيف كل المكان بيجي وقت النوم لفريق اللعب، وبيفضل فريق سيونج صاحب العافيه وبيفضل العجوز هو اللي هيحرسهم. وبيقول لهم مش هيقدر يساعدهم بحاجه، واقل حاجه ممكن يساعدهم بيها انه هيتنازل عن النوم علشان يحرسهم. ويصحوا كلهم على بدايه اللعبه الثالثه ويتم امرهم بالتوجه الى قاعه اللعب، ويتم اعلان اللعبه هتبقى جماعيه وكل مجموعه تتكون من 10 اشخاص. وبيبدا فريق سيونج انهم يزودوا عددهم وبيختاروا الرجاله القويه اللي ممكن يساعدوهم على الفوز. وبيبدا البلطجي انه يغدر بحبيبته وبيسيبها وبيكون فريقه من غيرها، وبيقول لها انه هيبقى يضمها في اللعبه اللي جايه ده لو هي لسه عايشه. وبيضربها عشان تسيبه وبتوعده انها هتقتله، وبتسيبه علشان تدور على فريق متكون من 9 اشخاص وبتنضم بالعافيه لفريق سيونج. وبتقسم كل اللاعبين ل8 مجموعات، كل مجموعه 10 اشخاص. وبتكون اللعبه هي شد الحبل لكن من مرتفع عالي. وبيحبط سيونج وبيعرف انهم هيخسروا بسبب ان فريقهم ضعيف، وبيتم اختيار الفريق اللي هيلعب. وبيكون اختيار فريق البلطجي قدام فريق الضعيف، وبيكسب فريق البلطجي بسهوله. وبيموت كل الفريق اللي قدامهم بسبب وقوعهم من ارتفاع عالي جدا. وبتيجي الجوله الثانيه وبيكون الدور على فريق سيونج، وبيجي نصيبهم قدام فريق مليان رجاله وبيكونوا محبطين كلهم ما عدا العجوز، واللي بيشجعهم وبيقول لهم ان شد الحبل مش بيعتمد على القوه بس، وانهم لو لعبوا بالطريقه اللي هيقول لهم عليها هيكسبوا. ويثقوا في كلامه لانهم مفيش قدامهم حاجه غير كده. وبيقول لهم ان القائد لازم يبقى قوي ما يبينش ضعف للخصم، وبيعلمهم يقفوا بطريقه معينه علشان يستخدموا كل قوتهم، وان اول 10 ثواني يدافعوا بس ما يسحبوش، ولحظه ما الخصم ينهار او يغلط يبداوا يسحبوا. وبيكون فريق سيونج قرب انه يكسب اخيرا لحد ما الفريق التاني بيستجمع قوته وبيبدا هو يسحبه من ناحيته. بس سيونج بيقول لهم فكره ان عند اشارته يتقدموا 3 خطوات لقدام كانهم هينتحروا، وفعلا بيسمعوا كلام سيونج وبيتقدموا 3 خطوات بسرعه لقدام. وفي الفيديو الجاي
الجاي هنكمل الجزء التاني.